السلام عليكم ورحمة الله. إخواني الأفاضل أينما كنتم حياكم الله. نحن اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2024 والساعة 10:22 مساء بتوقيت الجزائر، وهذا حديثي إليكم مباشر عبر اليوتيوب وعبر الفيسبوك وعبر التيك توك. أزلفلاون إخواني، حياكم الله أينما كنتم. حديثي إليكم اليوم إن شاء الله سيتطرق في جزء الأول إلى الهمجية الصهيونية في فلسطين وفي لبنان، وفي جزئه الثاني سنعرج على أخطر انتخابات تمر على الإمبراطورية الأمريكية، انتخابات حاسمة خطيرة لها تداعيات قد تكون كارثية إذا ما حدثت أشياء معينة، خاصة إذا فاز ترامب. فإذا فاز ترامب مشكلة لأمريكا، وإذا لم يفز هو يهدد بأنه لن تكون هناك انتخابات أخرى في المستقبل. وفي الجزء الثالث نعود إلى أرض الوطن، وفي أرض الوطن نتطرق إلى مجموعة من النقاط بما فيها ميزانية هائلة تجاوزت 125 مليار دولار لأول مرة في تاريخ الجزائر، منها مباشرة ما يقارب 25 مليار دولار لوزارة الجنرالات التي تسمى خداعا وزارة الدفاع، ومبلغ آخر في الحقيقة أيضا لهم ولكن يمر عبر ما يسمى بوزارة المالية. سننظر في بعض النقاط في الشأن الجزائري. إذن بداية ما زالت الهمجية الصهيونية المدعومة غربيا وأمريكيا بشكل خاص مستمر. اليوم أيضا قتل عشرات الأشخاص، هوجمت المستشفيات أيضا، خاصة مستشفى كمال عدوان، واستمر قتل الجائعين والمعطشين والمشردين والأطفال والنساء والرضع. همجية قل لها نظير. سيكتب التاريخ إذا ما بقي من يكتب للتاريخ، لأننا في الحقيقة نعيش مرحلة استثنائية قد تنتهي حتى بحرب عالمية ثالثة. كل النذر لاحت في الأفق، لكن إذا ما كتب التاريخ فأكيد سيكتب من أن العالم تغير وتغير إلى الأبد بعد الهمجية الصهيونية على غزة التي تستمر منذ ما يزيد عن عام. نحن نقترب الآن من انتهاء الشهر 13. إذن كان قتلا، ما زال من القتل وما زال من تهجير سكان الشمال، خاصة بيت لاهيا، مشروع بيت لاهيا، جباليا، ولكن أيضا هناك تجري مقاومة قل لها نظير، مقاومة مستمرة أيضا منذ ما يقارب من 13 شهر، رغم أنها المقاومة الوحيدة في التاريخ المعاصر. مقاومة غزة هي المقاومة الوحيدة في التاريخ المعاصر التي لا تجد داعما لها إطلاقا، ولا يدخلها رصاصة واحدة ولا تدخلها قنبلة واحدة تساعد المقاومين في رد وصد الطغيان الهمجي الصهيوني. إنها المقاومة الوحيدة في التاريخ المعاصر الذي يحاصرها العدو ويحاصرها من يفترض أنه الشقيق. السيسي الصهيوني والمتصهين هو ومن معه يحاصرون غزة حصارا شاملا. إنه ليس حصارا جديدا، ولكنه حصارا تعمق منذ 7 أكتوبر. كل القوى التي قاومت في العصور الحديثة وربما أيضا فيما قبل الحديث كلها كانت تلقى بشكل أو بآخر دعما من أطراف عالمية أخرى خارجية أخرى. فعلى سبيل المثال تلقت الثورة الجزائرية دعما هائلا من الأشقاء ومن الأصدقاء ومن ما يسمى بالكتلة الشرقية يومها أو المعسكر الشرقي.
ساعد الثورة الجزائرية الكثيرين، ساعدها خاصة إخواننا جيراننا، ساعدها أيضا نظام عبد الناصر رغم أنه كان نظاما طغيانيا وإجراميا، إلا أنه ربما من حسناته الوحيدة هو دعم الثورة الجزائرية. ساعده أيضا أشقاء آخرين في منطقة الشام والجزيرة العربية، وساعده آخرين في بلدان إسلامية، وساعده آخرين في أوروبا بما فيها يوغوسلافيا يومها، وأكيد الاتحاد السوفيتي والصين والهند وأندونيسيا وآخرين. كل هؤلاء ساعدوا الثورة الجزائرية بشكل أو بآخر، بل أن هناك أوروبيين أيضا ساعدوا الثورة الجزائرية بما فيهم فرنسيين. وبعدها ثورة الفيتنام أو حرب الفيتنام، وإن كان خاصة في مواجهة الولايات المتحدة والتي بدأت ليس بعيدا على الثورة الجزائرية تقريبا في نفس التوقيت، كانت الثورة الفيتنامية والمقاومة الفيتنامية تلقى دعما هائلا من كثير من الدول، خاصة المعسكر الشرقي وخاصة جيران الفيتنام روسيا والصين، ولكن أيضا آخرين في أمريكا الجنوبية ساعدوا فيتنام، وآخرين حتى الجزائر ساعدت فيتنام عندما استقلت فيتنام. وكانت أفغانستان الأولى والثانية أيضا، الأولى ضد الاتحاد السوفيتي، وكانت مقاومة الشعب الأفغاني للغزو السوفيتي، وساعده الكثيرين، ساعده المسلمون وساعدهم الغرب وساعدتهم أمريكا طبعا لحساباتها، ولكنها ساعدتهم. وفي حرب الثانية حرب الأفغان ضد الغزو الغربي والأمريكي خاصة، تلقت أفغانستان وطالبان خصيصا دعما سريا صحيح، ولكنه كان دعما مفيدا جدا من الروس ومن الصين ومن إيران ومن آخرين. لكن غزة لا تجد دعما، بل تجد حصارا وتجويعا من الشقيق كما من العدو، أو ممن يفترض أنه الشقيق، لأنه لا يقل عداء في الحقيقة. صهاينة القاهرة لا يقلون عداء عن صهاينة تل أبيب. صهاينة تل أبيب بالنسبة إليهم هذا أمر وجودي، إما هم وإما الفلسطينيين. أما صهاينة القاهرة وصهاينة أبو ظبي وصهاينة عمان وصهاينة الرياض وغيرهم، فإنهم يدعمون إسرائيل لأنهم يخشون من المقاومة. كتاب بوب وودورد اللي جبنا منه مقاطع المرة الماضية تحدث صراحة ونقل صراحة عن زعماء هذه الدول أنهم يشجعون بل يساعدون بل يرحبون بالقضاء على المقاومة في غزة. هذا شيء غير مسبوق، ولذلك عندما يكتب التاريخ هذه يقول أن غزة كيفما انتهت القضية، أن غزة واجهت لوحدها، بل واجهت أكثر من ذلك، واجهت الطغيان المجاور لها مما يسمى دول عربية. حتى تبون الذي يزعم ويردد كما يحب أن يقول هو مقولة الزعيم بومدين، نقلا له أو نقلا عنه، أنه مع فلسطين ظالمة ومظلومة، ذهب قبل أسبوع إلى القاهرة ليقول أنه مع أن يدير غزة دول شقيقة وصديقة، وعلى رأسهم مصر، على رأسهم السيسي الذي يشاء ربك أنه لا يمر 4 أيام على ذلك التصريح إلا وتكون هناك فضيحتين: فضيحة الباخرة تسمى باخرة كاترينا، وهي معبأة بالمتفجرات قادمة من ألمانيا واللي مرت عبر قناة سويس، ثم فضيحة البارجة الحربية الإسرائيلية اللي مرت أيضا على قناة سويس، وكأنه يقول لهم ثم ماذا؟ لأن مش فقط نخلوا الباخرة الألمانية والمتفجرات، بل حتى البوارج الحربية الإسرائيلية ستمر. عندما منع الحوثي والحوثيين
عندما منعوا هذه البوارج أن تمر أصبحت مصر هي التي تسهل ذلك وتساعد في ذلك. هذا هو الحال، ولذلك انتصار غزة سيكون بطعم استثنائي. في الحقيقة أن المقاومة تنتصر في كافة الأحوال. يكفي عندما يقاوم المقاوم فإنه ينتصر حتى ولم ينتصر ماديا، بمعنى حتى ولو هزم عسكريا فهو منتصر لأنه واجه الطغيان، لأنه لم يخضع، لم يذل، لم يركع. هناك شعوب خضعت، ركعت، اختفت من الوجود. يكاد اليوم في أمريكا تكاد لا ترى أحد من سكان أمريكا الأصليين، شمال أمريكا أي أمريكا الشمالية، لا تكاد ترى أحد من الأصليين في كندا أو في الولايات المتحدة، لأن السكان اللي أطلق عليهم الغزاة الهنود الحمر، ولا يجب أن نستخدم هذه التسمية، لأن السكان الأصليين محوا، سحقوا، استؤصلوا من أرضهم، فلا ترى لهم أو لا تسمع لهم همسا ولا ركزة، لا تسمع لهم شيء، انتهوا لأنهم خضعوا. ولذلك المقاومات الجزائرية في القرن التاسع عشر رغم مأساويتها، رغم مقتل الملايين سواء على يد الفرنسيين أو بسبب الأمراض والتجهيل اللي استخدموا الاستعمار، فإن روح المقاومة وجذبة المقاومة هي التي ولدت أول نوفمبر 54 الذي نحن في شهره الكريم وفي ذكرها السبعين. صحيح اليوم البلاد تحكمها الكابرانات، يحكمها عملاء الاستعمار، يحكمها الخونة الذين قتلوا شعبهم، ولكن نوفمبر على الأقل ذلك الجيل، جيل الآباء والأجداد، أدى ما عليه. ولذلك نفس الشيء بالمناسبة بالنسبة لأستراليا أو نيوزيلندا أو جهات أخرى، اختفت الشعوب الأصلية لأنهم ربما قاوموا ولكنهم لم يقاوموا كما يجب، لم يستمروا في المقاومة، خدعوا، فإذا بهم يسحقون. قبل حوالي أسبوع اعتذر بايدن للهنود الحمر كما يسمونهم، للسكان الأصليين، واعتذر لهم في قضية من القضايا، وهي أنهم كانوا ينقلون أبنائهم، يسرقون أبنائهم ويحولونهم إلى أماكن ليغيروا كل شيء، يغيروا لهم عقولهم ويغيروا لهم من أصلهم ويغيروا اعتذر لهم، لكنه اعتذار لا يسمن ولا يغني من جوع، لأن هؤلاء يكادون قد اختفوا تقريبا من الخارطة، وإذا هم موجودين في قرى هنا وهناك، مدن صغيرة، لا يكاد يسمع بهم أحد. ولذلك بعضهم خرج حتى في المظاهرات من أجل غزة في الولايات المتحدة. غزة هي التي تحيينا اليوم جميعا، في الحقيقة تحيي شعوب وتحيي وتحيي أطراف وتحيي ناس. مظاهرات الطلابية في الغرب واللي ما زالت مستمرة، بالرغم من أنهم مع بدايات العام الجامعي وجدوا كيف يضعفونها، ولكنها راهي عائدة وراهي قادمة مع الأيام. موجود جزء منها صحيح ليس كما كانت في نهاية العام الماضي، العام الدراسي العام الماضي، ولكنها أيضا قادمة على الأبواب. هؤلاء الطلبة، هؤلاء الشباب، هؤلاء بعض الفنانين، بعض المؤثرين الغربيين، وبعضهم خسر كل شيء وهو يدعم في غزة، لأن غزة أعادت له الوعي، بعثت فيه روح لم يكن يعهدها، بعثت فيه نفس جديدة، رأى العالم من منظور آخر، رأى العالم كيف تخرج المرأة وقد هدم بيتها وقتل أبنائها وزوجها، تخرج لتقول إننا هنا باقون ثابتون صامدون، إن لله وإنا إليه راجعون. ثبات أسطوري لهذا الشعب، في الحقيقة يحيينا جميعا نحن أيضا كشعوب مسلمة، كشعوب عربية، أمازيغية، كردية، تركمانية، كشعوب مسلمة يحيينا جميعا، لأنه يعطينا درسا حقيقيا أن هؤلاء الناس الذي تتساقط عليهم القنابل ما زالوا ينشرون
المقاومة ويستمرون فيها وينشرون الحياة فيما بينهم، يتقاسمون لقمة. أحيانا هناك من ذكر لي أن هناك تكون مرات حبة بطاطا ويكونوا 5 أشخاص يتقاسمونها بينهم، رغيف خبز يتقاسمون بينهم، ويبدأ واحد يحلف على الآخر أنك أنت اللي تبدأ بالرغم أنهم كلهم جياع. ذكر الإعلام الصهيوني أن قائد المقاومة أبو إبراهيم وجدوه أنه لم يأكل لمدة أكثر من 72 ساعة، كان بطنه فارغا تماما عندما استشهد. طبعا هم يحللون كل جزئية في جسده اليوم. فمن بين الأشياء اللي خرجت من الإعلام الصهيوني أن أبو إبراهيم لم يأكل لمدة 3 أيام. كان هو القائد، كان يجب أن يأكل، كان من المفروض أن يأكل، لكنه فضل أن يجوع ويستشهد وهو جائع كما يجوع أطفال غزة ونساء غزة ورجال غزة، بالرغم من أنه لو أكل لن يلومه أحد لأنه هو القائد. يجب أن يكون هناك قادة يستمرون في المعركة. فضل تلك النهاية التي أحدثت بكلمات وبصور لأخرجها أعداء، جعلته يخيفهم حيا وميتا، يخيف الصهاينة عربا ويهودا وغربا، يخيفهم جميعا. الطريقة اللي مات بها طريقة أسطورية، طريقة أسطورية. لو عمل عليها هو شخصيا ما كانت لتخرج بهذه الطريقة. ولماذا خرجت بهذه الطريقة؟ لأنه الصدق. في النهاية الصادقين يسخر لهم ربك أعدائهم، فإذا هم يخرجون الكلمات أو العبارات أو الصور اللي تجعلهم أساطير حقيقية. أبو إبراهيم أسطورة حقيقية، لأنه باختصار بسيط كان صادقا في معركته، كان صادقا مع شعبه، كان صادقا فيما يفعل، فإذا ينتهي نهاية قل لها نظير. يا ليتنا ننتهي مثل نهايته، يا ليتنا ننتهي على يد الأعداء، ننتهي ونحن نحمل راية حق في مواجهة الطغيان، في مواجهة الاستبداد. انتهى بطريقة ستظل راسخة في عقول كل من يتابع أو تابع أو يسمع أو قرأ أو يقرأ كيف كانت نهاية هذا الزعيم. الحقيقة أن غزة تستمر في إعطائنا الدروس وتستمر في المقاومة رغم أنهم يألمون ألما شديدا، ولكنهم يعلمون يقينا ويؤمنون يقينا أن رب العزة قال لهم وقال لمن قبلهم من أمثالهم: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. أهل غزة يرجون من الله ما لا يرجى أو يرجو الصهاينة، خاصة صهاينة العرب الذين يزعمون أنهم مسلمين وأنهم فإذا بهم علانية جهارا، ليس فقط سرا ولكن جهارا نهارا علانية يتعاونون مع قتلة الأطفال والنساء. والله وشرخ قادم، هذه الشعوب التي تسكت على هؤلاء الحكام ستدفع أثمان باهظة. أنا شخصيا سأتألم لذلك وكلنا سنتألم لذلك وقد ندفع كلنا ذلك، لكن هذه هي سنن الله في الأرض وفي خلقه. عدم الوقوف مع المظلوم ومع وضوح القضية ووضوح الحق والباطل ووضوح الخير والشر فيها كانت يقينا دائما أن هناك عقابا إلهيا دنيويا قبل أن يكون أخرويا. هذه سنن ثابتة من سنن الله سبحانه وتعالى. هناك في
طبعا تستمر ويستمر المقاومة في لبنان أيضا. هناك مقاومة ومقاومة يشتد عودها أكثر، بالرغم من أنها دفعت ثمن كبير. تجاوز عدد اللبنانيين الذين قتلتهم الآلة الصهيونية منذ 8 أكتوبر، منذ دخول حزب الله إلى جانب مقاومة غزة في مواجهة الطغيان الصهيوني. منذ 8 أكتوبر 2023 تجاوز عدد اللبنانيين الذين قتلوا، نحسبهم شهداء إن شاء الله، 3000 شخص. أما الجرحى فقد تجاوزوا 12,000 شخص. وهناك أحياء دمرت بما فيها، أحياء بيروت الجنوبية، جنوب بيروت ضاحية دمرت تماما، وأحياء أخرى في لبنان أيضا ضربت في مدن لبنانية في الشمال، في أماكن كثيرة، ولكن خاصة في الجنوب. مئات القرى في الجنوب اللبناني تم دمارها تماما، ناهيك على هؤلاء الأعداد الذين قتلوا بهذه الطريقة. لكن تستمر المقاومة اللبنانية، والحقيقة أنها وصلت أمس إلى درجة أنها منعت نتنياهو. كان ذاهب إلى قرية تسمى قرية المطلع، وكان قبل أن يصل ضربت طائرة مسيرة درونز المكان الذي كان سيكون فيه، بمعنى أنه لو وصل 20 دقيقة قبل ربما كانت أصابته مثل تلك الطائرة التي دخلت غرفة نومه ولم يكن يومها فيها. بمعنى أن مقاومة مثل هذه أيضا توصل الرعب إلى هذا الكيان وإلى قياداته. هذا الكيان اللي استهدف اليوم هيئة الاستخبارات التابعة لحزب الله في دمشق. دمشق هذه ولت مهزلة، سوريا هذه ولت مسخرة حقيقية. وكيف لها لا تكون ويحكمها بشار الذي ورث الجمهورية عن والده. والله لو جات ملكية مثل الملكيات المطلقة التي نراها، ويخلف الابن والده أو يخلف الشقيق شقيقه، أو يعني الناس تعودت عليها، لكن في جمهورية يخلف الابن باباه ويجي هناك من يدافع عنه. طيب هاكم دافعتوا على بشار، ولماذا بشار لا يدافع عن سوريا؟ أكثر من 1000 هجوم إسرائيلي على إيران وحلفاء إيران داخل سوريا في 10 سنوات الأخيرة هذه، أو 12 سنة، أكثر من 1000 هجوم. لا شيء، ليس هناك رد إطلاقا. من حين لآخر يطلقون بعض الصواريخ المضادة للصواريخ أو للطائرات، ولكنها لا تسقط صاروخا ولا تسقط طائرة ولا أي شيء. مرة واحدة ضربوا بالخطأ، ضربوا طائرة إسرائيلية، ومع ذلك يبدو أن الطيار لم يمت، مرة واحدة بالخطأ. فمش مفهوم هذا التنمر، هذا الاحتقار الإسرائيلي لنظام بشار. يعني الفرق ما بين نظام بشار وحزب الله، طبعا حزب الله ونظام بشار كلهم قتلوا السوريين، والمسؤولية تقع على نظام بشار، هذا لا شك في ذلك. ولكن الفرق أن حزب الله يقاوم، يواجه. قتلت قيادته العسكرية والمدنية 3/4 قتلوا. كبار القيادات في حزب الله قتلت تقريبا كلها، لكنهم يقاومون. يعني تتفق معهم تختلف معهم هذا شيء آخر، إنهم يقاومون. وهذا اللي يخلي بعض الناس على رغم جرائم حزب الله في سوريا وإلى حد ما في العراق، إلا أنهم ينظرون لهم في هذه النقطة بالذات، وقوفهم مع غزة ودفعهم للثمن وثباتهم في المقاومة، ينظرون لها بأن هذه تحسب لهم. أكيد ليس من الإنصاف بخس الناس أشياءهم، لكن السؤال هو هذا بشار اللي عنده دولة وعنده جيش وعنده، تخيلوا أن الرد نتاعه هذه الأيام على من؟ على نساء وأطفال ورجال سوريا الهاربين في المدن السورية الخارجة على إرادته. هذا هو. نعم، في الوقت اللي إسرائيل تقصف فيه دمشق، تقصف فيه طرطوس، تقصف فيه اللاذقية، هذه كلها مراكز تابعة للعصابة الأسدية، عصابة بشار. في هذا الوقت
هو يجد الرد ويرد على مدن